كده بأمر الله المحاضرة بتاعتنا بتتسجل. زي ما قلت النهاردة التقرير بتاع الصف التاسع، وقلت لكم إن أول حاجة بتعملها إنك بتبدأ تقرأ راس السؤال بتاعك وتشوف الطلبات. طيب في الطلبات احنا فهمنا عايز مننا 2 باراجراف، عايز 12 جملة، وقال لك خلي بالك إن في جملة مقدمة وفي جملة نهاية. ركز معايا صف تاسع من فضلك. ايه الحكايه؟ هو قال لك 12 جمله وطالب منهم جمله مقدمه وجمله نهايه. هبدا ابص في الاوتلاين اللي هو مديهولي، هو بيديك الاوتلاين كده مرسوم صح يا اولاد؟ اوكي، وابدا اعد 1 2 3 4 5. مديكي لكل باراجراف كام جمله؟ 5 جمل. يبقى مديني البادي باراجرافز الاثنين كام جمله؟ 10 جمل. معنى كده ان انا هعمل الباراجراف بتاعي بجمله واحده مقدمه، او ريبورت بتاعي بجمله واحده مقدمه وجمله واحده خاتمه. تاني ركز معايا صف تاسع، انا بشوفه هو طالب كام جمله؟ طالب 12 sentences لريبورت التقرير، طالب 12 جمله، طالب 2 paragraphs، كل باراجراف 5 جمل، يبقى ادي 10 جمل راحت في الباراجرافز. يتبقى معايا كم من ال 12؟ جملتين. معنى كده اني هعمل واحده introduction، واحده conclusion، واحده مقدمه وواحده خاتمه. اتفقنا يا ولادي؟ طب ممكن معلش اطول عليكم حته كمان، بيجي في بعض الاوقات يطلب منك 14 sentence، 14 جمله، 14 جمله، ويقول لك هنا 5 وهنا 5. معنى كده اني هعمل في المقدمه 2 وفي الخاتمه ايه يا اولاد؟ 2. قادرين تستوعبوا؟ اللي مش فاهم الحته دي يوقفني ويقول لي مش فاهم. حد مش فاهم؟ انا عبله. ليس، تعالى يا حبيبي، خلي بالكم بالله عليكم الجزء ده مهم جدا، عشان دي اول مره اشرح لكم التقرير، فمعلش يعني على مهلكم خالص. ان شاء الله لو خد محاضرتين ما يهمنيش. دلوقتي جه قال لك انا عايزك تكتب لي تقرير يا ليس. حلو، التقرير ده انا عايزه من، هتشوف عدد الجمل، قال لك انا عايزه من 14 جمله. حلو، وقال لو سمحت انت هتعمل لي انترو مقدمه، وهتعمل لي كونكو او كونكلوجن خاتمه. حلو، وراح جايب لك رسمه الاوتلاين اللي انت بتعمله. لقيته في الاوتلاين عامل لك 5 جمل هنا 5 وهنا 5 جمل. حلو الكلام ده؟ اجي اعد دول 5 ودول 5 من ال 14، فضل معاك كام جمله يا ليس؟ من ال 14 من ال 14؟ 4. 4. معنى كده هعمل 2 في المقدمة واعمل 2 في الخاتمة. لحد كده واضح؟ مس لو سمحتي هو مطلوب مننا 16 جملة. مطلوب 16 جملة. أعلمك تحسبها إزاي. طالب 16 جملة، ماشي؟ وراح جايب لك الأوت لاين كده وعمل لك هنا 5 وهنا 5، هنا 6 وهنا 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. طيب دول 6 ودول 6، يبقوا كام جملة؟ 12. فاضل معاكي كام؟ من 16؟ 4. يبقى 2 مقدمة و2 خاتمة. خاتمة. تعالى هنا، طلب منك 12 جملة بس، وراح جاي عامل لك الاوت لاين كده 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5. يبقى دول كام؟ 10 والباقي 2. والباقي 2. يبقى هعمل في المقدمة جملة وفي الخاتمة جملة. هل عرفتوا بتحسبوها ازاي؟ يس تيتشر. اشوف هو طالب مني هنا كام جملة. طالب 16، راح مديني مثلا هنا 5 وهنا 5، يبقوا 10، يبقى فاضل 3 و3. خلاص، يبقى هعمل، عمرها ما بتحصل دي، 3 مقدمة و3 خاتمة. لما بيطلب 16 أكيد مديك الأوتلاين 6 و6، صح يا بنتي؟
دعاء ولا مين اللي طالب منها 16 جملة؟ مس أنا مطلوب مني 16 جملة. طيب مديكي الاوتلاين 6 و6 صح؟ صح. برافو. ما ينفعش، اصل ما ينفعش 3 مقدمه و3 خاتمه، ما ينفعش. يقوم طالب منك يزود هنا، عايز 6 وعايز 6، ادي 12. 12 من 16 4، يبقى 2 مقدمه و2 خاتمه. وانت كبيرك قوي، يا واحده مقدمه واحده خاتمه، يا 2 مقدمه و2 خاتمه. بحسبهم ازاي؟ بشوف هو طالب مني 12 مديني 5 و5، يبقى فاضل لي دول 10، يبقى واحده وواحده. مطلوب مني 14، مطلوب مني 16. زي ما طالب 14 مديني 5 و5، 5 لده و5 لده، هيتبقى 4، يبقى 2 مقدمة و2 خاتمة. واضح الكلام ده يا ولاد؟ واضح يا الواضح. بس واضح. ايوه. هو المفروض عادي يعني إن أنا أزود جمل. يستحسن بلاش، اللي هو يقول التزمي بيه. اسمعي الكلام في ده. ليس واضح يا ليس؟ يا أبا كان أقدر إني مثلا أزيد جملة من عندي صح؟ إذا ما والله كفت. انا كنت دايما بقول ماشي، ممكن تزود جملة، ممكن مش عارف ايه، بس انا اتكلمت مع حد يعني مسؤول عن التصحيح، فقال لي لا، احسن يلتزم بالعدد. انا قلت لما بنزود جمله عشان لو في خطا ولا شيء بنبعت الجمله دي بتعوض دي، انا ببعت لكم السكرين، الجمله دي بتعوض دي. بس قال لي لا، احسن يلتزم بالعدد بالظبط عشان نفهم انه فاهم التقسيمه. عشان كده ابتديت معاكم بالتقسيمه، نفهم انه فاهم التقسيمه اللي انا قلتها لكم دي، ان هم 14. لو قلنا لك 5 و5 بيتبقى معاك 4، يبقى 2 و2. لو مثلا يعني انا كده بعت لكم اهي الصوره الاولانيه 12، قلنا لك 5 و5 يبقى فاضل لك 2 بس، وهكذا زي ما انا علمتك اللي انا قلته لك دلوقتي. هو عايز يفهم ان انت فاهمه. فهمتوني يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف بنعمل ايه في الاوتلاين بتاعنا. اوتلاين انا هشتغله هنا. في الاوتلاين قال لنا انا عايز موضوع عن you volunteered in a team، انت اتطوعت في فريق to clean some of the Kuwaiti beaches. تمام. وبعد كده plan and write your report بتاعك of 2 paragraphs، يبقى عايز 2 باراجراف اهم. 12 sentences ومديني 5 و5، يبقى في واحدة مقدمة وفي واحدة خاتمة. طيب رجع قسم لك الباراجرافز. أول واحد in which you describe، بنوصف how you prepared the cleaning campaign، ازاي حضرت حملة النظافة دي. and the activities دي في الباراجراف الثاني the activities you did as a team، الاكتيفيتيز اللي عملتوها زي تيم. وهنا بيقول لنا عايز مقدمة وعايز خاتمة. يبقى العنوان بتاعي هيكون ايه يا اساتذة؟ ثانية واحدة. ايوه يا دكتورة. ايوه يا فندم. نعم يا فندم. ايوه. هو اوكي، لو حابه تحضريه كضيف اوكي، بس حضرتك خدتي الديسيجن الاخير من والدته؟ تمام. تمام. حاضر يا دكتور. تمام. خلاص تيجي لو حتى تحضر ضيفة. حاضر، خليه يحضر ضيف النهارده، ولا انا حابه بس يشوف الجروب ده. ماشي يا دكتور، تحت امرك، مع السلامه. طيب ليتس جو اهيد يا ولاد. هنشوف بقى احنا العنوان بتاعنا ايه؟ فولنتير. جدعة. volunteered in a team. طب عايزين نحط هو مين الفولنتيرد؟ يو. اي بقى. I volunteered in a team to clean some of the Kuwaiti beaches. يبقى انا هاجي بس اجيب الخط النظيف كده. تيتشر ينفع ان انا احط ضمير في في العنوان ضمير زي ايه يا قلبي؟ زي I او he؟
ينفع. لا لا اي مش ضمير. عايزه ايه؟ بس ما احنا ما خدناش في المدرسة ان احنا ممكن نحط اي. طب عايزك تعملي ايه؟ عايزك تكتبيها يو زي ما هي ولا فولنتير بس؟ ده يعني اكتب بس طيب هنمشي على الكلام اللي قاله لك مدرسك، لان انا بحب دايما السنه دي لاول سنه هقول، يعني كنا دايما كل سنه بنقول معلش يا جماعه المناطق التعليميه بتختلف من منطقه لمنطقه. السنه دي مش هقول لك المناطق التعليميه ولا المدارس بتختلف من مدرسه لمدرسه، هقول لك المدرس بيختلف من مدرس لمدرس. فانا همشي على طلبات مدرسينكم. السنه دي انتوا عارفين الوضع مختلف في التعليم. يعني عايزين نقول volunteered in a team to clean. سوري بقى احنا عايزين ايه، لا نلتزم بالكابيتال والسمول. volunteered عشان ده هصوره لكم في الاخر. in a team to clean some of the، طبعا كويتي لازم كابيتال، كويتي beaches. بعد كده التوبيك سنتنس هنا هتكون دي how where the preparation for the cleaning، أو ممكن نقول the preparations for the cleaning، أو the preparation على طول براحتك، the preparations for the cleaning، أو لو preparations بس أوكي. والتوبيك في الناحية التانية هيكون ده the activities were done. the activities were done in the team أو as a team براحتك. CN in the team or as a team. كده أنا محتاجة بس أجيب 4 أفكار هنا و4 أفكار هنا وشكرا. طبعا احنا عارفين إن احنا مجرد في الأوتلاين بنعمل إيه يا أساتذة؟ مجرد بنعمل نقط بس، نقط مش أكتر ولا أقل. اوعى تكتب جمل كاملة لو سمحت. طيب هناخد ده نحط مكانه وده نحط مكانه. يلا بقى مين يشاركني الافكار؟ اتفضلوا. اول حاجه البريبريشنز، مين يشاركني؟ انا بجد مش في دماغي افكار للاعدادات. مين يشاركني؟ مين عنده فكره؟ اشترينا ادوات، اتصلت بالاصدقاء، قسمت الفرق، جبت خريطه للشواطئ. ايه رايكم؟ ها مين يشاركني؟ انا عندي واحدة. اتفضلي. I bought a map. جدع. يبقى a map for the beaches. جبنا خريطة للشواطئ. طيب ماب، جبنا خريطة وجهزنا وعملنا ليست. وممكن بدل ماب for the beaches ممكن تكتبيها بطريقة تانية list of the beaches. أنا جهزت قائمة بالشواطئ اللي هتتنظف كده أو كده، سيان الاتنين حلوين. وشايفة إن الليست كمان هتبقى أحلى. تاني حاجة مفيش أدوات بتتشرى. ده الأدوات equipment equipment. برافو عليكم. زي equipment for cleaning. طيب مش هنقسم فرق، مش هنقسم ده ايه وده ايه وده ايه. الزوم بيخرج مين يا ولاد؟ يبقى النت عنده مش حلو. طيب مش هنقسم ادوار او كده. هنعمل ايه بقى؟
ها بيقسم يعني ايه؟ divide. many team. جدع، هو قال لنا تيم واحد. divide ممكن نقول sections، ممكن نقول groups in the team. تمام. divide many groups in the team. تمام كده. طيب ايه تاني؟ اي فكرة تانية للاعدادات؟ احنا جبنا اسامي الشواطئ، جبنا معدات، جبنا قسمنا الفرق بتاعتنا. ايه تاني؟ We can share it in the social media to the people يعني عشان الناس to invite people او كده يعني. وماله. sharing in social media. عارفين ممكن ايه كمان؟ ممكن preparing rules او cleanliness rules signs. عارفين يعني ايه؟ عملنا زي علامات واشارات للنظافه، اللي هي القي المهملات في السله، حافظ على نظافه المكان، مش عارف ايه. حضرنا اللافتات بتاعه النظافه، قواعد النظافه، علشان بعد ما ننظف نحطها عشان الناس ما توسخ لناش اللي احنا عملناه، صح ولا لا؟ طيب ايه الاكتيفيتيز وير دان؟ هي دي اللي انا ارجح في الاكتيفيتيز اخد فيها موضوع السوشيال ميديا، صح يا ولاد؟ يعني اول اكتيفيتي اقول والله احنا كلمنا بعض كاصدقاء في التليفون، وبعد كده شاركنا الموضوع في السوشيال ميديا عشان نجمع اكبر عدد، وبعدين قمنا بالتنظيف والتعقيم، وبعدين قمنا بوضع اللافتات مكانها، صح؟ ايه رايكم؟ يلا قولوا لي كده نعمل ايه الاول حاجه؟ collecting a team of friends. أول حاجة تقول إحنا جمعنا بعض كأصدقاء. of friends من المقربين. طيب sharing on social media for more volunteers. والله إحنا عملنا sharing على السوشيال ميديا عشان نجمع volunteers أكتر. طيب cleaning and sterilization. عارفين sterilization اللي هو ايه؟ كلمة منتشرة دلوقتي. التعقيم. putting the signs. تمام كده ولادي؟ طب لو سمحتوا بقى سكرين شوت للموضوع ده، لو سمحتوا يصوروا، كل واحد يصور بنظافته وبطريقته وابعتوا لنا على الجروب لما نشوف صورة مين أحسن صورة نستفيد بيها كلنا. يلا صوروا وابعتوا لنا على جروب الواتس بسرعة. أنا برضو على قد ما أقدر حصل. وصلت على الجروب كده. في حد يا عيني مش عارف يدخل. teacher صورها وبعتها جروب. صوري وبعت. انا بعت على الجروب الصورة اللي صورتها، بس لو حد بيصور احسن مني يتفضل.
شكرا. هو في حد بيحاول يدخل؟ انا مش شايفه. طيب كده من المفترض احنا عملنا الاوت لاين. واضح يا اولاد عدد الجمل اللي اتكلمنا فيه؟ واضح الاوت لاين؟ واضح جبت منين التوبيك سنتنس؟ دي التوبيك سنتنس على فكره، ودي التوبيك سنتنس، ودول السبورتنج، ودول السبورتنج. السبورتنج دول او الجمل الداعمه اللي انا فكرت فيهم. فكرت هنا في 3 وهنا في 3، ادي 6. طب ال7 وال8 دول جابوا لي منين؟ والله جابوا لي من اللهم صل على سيدنا محمد، من العنوان اللي فوق. عشان قلت لكم العنوان اللي فوق بيقول لكم التوبيك سنتنسز. اوكي، 1 2 3 4 5، 5 جمل في كل ايه، في كل باراجراف. هنا المفروض هنكتب موضوعنا هنا، بس امسح. admit. تعالوا. ايوه دخلتي. ونبدأ نكتب الموضوع بتاعنا. أرجو الانتباه جدا لأن الحكاية مش سهلة. أول حاجة هتكتب مثلا التوبيك بتاع الموضوع أو العنوان بتاع الموضوع. احنا كاتبين بترجع للأوت لاين بتاعك. أنا نفسي أهو هرجع للأوت لاين عشان ما أعملش حاجة غلط. أول حرف بيبقى كابيتال، تمام؟ أدي أول حرف كابيتال والباقي سمول. volunteered. بس إيه رأيكم لو عملناها volunteering in a team؟ مش يبقى أحسن؟ يبقى يكون أحسن. volunteering in. ايوه اتفضلي حبيبه قلبي. ايوه حبيبي اتفضلي. in a team to clean some of the. طبعا اوعى تنسى كويتي كابيتال beaches. volunteering in a team to clean some of the Kuwaiti beaches. طب العنوان طويل قوي يا اولاد، اعمل ايه؟ حضرتك تعملي كده بعد اذن سعادتك. teacher ممكن volunteering in Kuwait. ممكن ايه يا قلبي؟ ممكن volunteering in Kuwait beaches. ممكن، واي نوت. بس هو احسن التزم بالعنوان. انت عملتي فولنتيرنج لايه؟ لا قبل عملت نفسك. نفس العنوان. اوكي. طب انا عايزه اجيب دي في النص مش راضيه، فانا هضطر اعمل لها مربع جديد. يعني اهو اوف ذا كويتي. خلي بالكم اصل الشكل مهم، كابيتال والسمول ومين في النص ومين في الاول مهم، مش هزار. بيتشز. العنوان طول معايا، رحت جايه عامله كده، حطيت دي في النص كده. انتوا قادرين تستوعبوا اللي انا بعمله؟ اوكي. طيب انا بقى هبدا جمله الانترودكشن بتاعتي. جمله الانترودكشن لازم سجلوا اللي انا بقوله ده. انا بسجل لكم المحاضره ريكورد، وان شاء الله هحاول اطلعها على القناه بالليل وابعتها لكم. انا دلوقتي لازم ابدا جمله الانترودكشن بتاعتي بكلمه تكون مثيره، بكلمه تكون مثيره. هو هنا معلش يا اولاد طالب 12 جمله بس، فالمفترض ان انا اكتب جمله واحده في المقدمه وجمله في الخاتمه، صح؟ طب الاساتذه قالوا لي لا يا استاذه احنا مطلوب مننا 16، يعني المفترض ان انتوا عندكم جملتين مقدمه وجملتين خاتمه، صح يا اولاد؟ يبقى انا اعمل صح يا لكم تيتي. على الاعلى، اعمل لكم على الاصعب عشان ما تقفش معاكم حاجه. هعمل لكم على جملتين مقدمه وجملتين خاتمه. اوكي اتفقنا؟ اول سطر احنا كده في المقدمه. اللي هكتبه لك بالنبيتي هو الثابت، واللي هكتبه لك بالزهري هو المتغير. هفهمك. اول حاجه it's really
exciting إنه حقا مثير. to speak about أو to discuss براحتك كذا 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 كذا، اللي أنا بقى هكتبه لك باللون التاني هو ده اللي هيتغير. to speak about or to discuss volunteering in a team to clean كويتي. مش لازم بقى خلاص تجيبيها some of the Kuwaiti beaches. to clean كويتي beaches. فاهمين يعني ايه متغير ويعني ايه ثابت؟ يعني انا الجملة المقدمة دي عندي ثابتة في اي موضوع، تحطيها في اي موضوع وبعدين تحطي جنبها الموضوع اللي مطلوب منك انتي، اللي مطلوب منك في راس السؤال. فاهمين؟ فاهمين يا ولاد؟ اللي انا هكتبه لك بالنبيتي ده الثابت في المقدمة وفي الخاتمة، واللي هتكتبه بالزهري هو ده المتغير. طيب هاجي هنا في الجملة الثانية ولازم اكتب كده ان، لا نبيتي ده ثابت. in the following هو آسر ليه مش عارف يدخل؟ الله أنا تو دخلت مين؟ فايدة. طب الحمد لله الحمد لله. النت معلش يمكن صعب شوية. in the following report I دايما capital will discuss. ثابت، دي ثابتة، الجملة دي ثابتة. وفي التقرير التالي سوف أناقش. هتناقش إيه؟ teacher ده جيت كام؟ نعم ده جيت كام؟ grade 9. grade 9. اوكي سوري اوكي سوري. ما يهمكش قوي. I will discuss وتحط الموضوع المطلوب منك ولكن بصياغة تانية. I will discuss volunteering for volunteering in a team for cleaning our beloved country. يعني تصيغوا I will discuss volunteering in teams التطوع في فرق to clean the places لتنظيف الأماكن of our beloved بلدنا المحبوبة beloved country. ده هيبقى زهري. من المفترض كمان ان ده زهري. volunteering من I will discuss هعمل لك علامة كده ان لحد هنا ده الثابت وبعد كده متغير. قادرين تفهموا المقدمة انا عملت ايه ثابت وايه متغير يا اساتذة؟ دول كده جملتين المقدمة. ثابت معاكي ان انت بتبدأي ب it's really exciting to speak about وتحطي الموضوع اللي مطلوب منك. in the following report I will discuss وتحطي الموضوع اللي مطلوب منك بس بتغيري شكله شوية. ولاد فاهمين؟ ايوه مس. طيب يلا بينا. هبدأ أعمل بادي باراجراف 1 وبادي باراجراف 2. البادي باراجراف 1 طالما هبدأ باراجراف جديد برضو بسيب حتة في بداية السطر وبعمل كابيتال وارجع للأوت لاين اللي أنا عاملاه. الأوت لاين في البادي باراجراف 1 بيقول إيه؟ the preparation for the cleaning. the preparation for the cleaning. هنا هبدأ أقول the preparation the capital the preparation for the cleaning. هنا يبقى عرفتوا الباراجراف ده هيتكلم عن الإعداد للكليننج. تقولي بقى was really interesting and took some time and took
أعتقد مش هتكفي كده. and كافي and took some time. خد وقت، كان والله حاجة شيقة وكان خد وقت. ونبدأ نشوف الايه الاوتلاين اللي احنا عاملينه عشان نجيب الجملة اللي بعدها. احنا قلنا a map for the beaches او list of the beaches. عادي جدا تقدري تقولي we، لان انت بتتكلمي عنك انت بقى واصدقائك. we needed a map for the Kuwaiti beaches. احنا احتاجنا خريطة للكويتي beaches to make عشان نعمل ايه؟ نعمل قائمة بالشواطئ اللي هننضفها. to make ايه يا ولاد؟ a list of the beaches، قائمة بالشواطئ that والتي we would، سوف، would في الماضي لأن احنا ماضي، ها، we would clean. يبقى أول حاجة احتاجنا خريطة عشان نحدد الشواطئ اللي احنا هنعملها. وخلي بالكم كلمة كويتي كابيتال وحطيت الدوت بتاعتي وابدأ الجملة الثانية. احنا ايه؟ the equipments for cleaning. طيب a group فريق، a group مجموعة، وفي فاصلة بينها وبين a group. a group of us was responsible for، جروب مننا كان مسؤول عن، for بعدها الفعل بالاي ان جي، for buying the cleaning equipment. كان في فريق مننا كان مسؤول عن شراء ادوات التنظيف. ونحط دوت ونبدا الجمله اللي بعدها. قلنا divide many groups in the team. the Teacher. leader. ايوه مش دي المفروض باللون البينك؟ ايه يا حبيبي؟ الجملة مش المفروض بالبينك؟ هنا للاسف في البادي باراجراف 1 والبادي باراجراف 2 مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه ثابته ومتغيره، يعني فاهمه؟ اللي ثابت جملتين في المقدمه وجملتين في النهايه، هتحفظيهم زي ما هم. غير كده بتطلعي الجمله الرئيسيه وتحطيها في اول البادي باراجراف 1. الجمله الرئيسيه بقى اللي بيديها لك ايا كانت مش ثابته معايا طبعا، حسب كل موضوع بيديهولي. والجمله الرئيسيه في البادي باراجراف 2 من جوه راس الموضوع. انما اللي حاولت اغير لك اللون فيهم الانترودكشن، وهعمل لك كده في الكونكلوجن بتحفظي فيهم النبيتي ده. ماشي يا بيضه؟ وي تشوز، احنا اخترنا a leader for the team. احنا اخترنا leader للفريق. حضرتك لسه واخد اداه الربط هو والذي قسم divided us into، وقسمنا إلى smaller groups، قسمنا لمجموعات أصغر. وآخر جملة إحنا قلناها moreover، بالإضافة إلى ذلك. إحنا نسينا نحط الحاجات الحلوة دي، لازم نقول moreover وبالإضافة إلى ذلك we prepared some، أعددنا بعض الإيه؟ cleanliness signs، أعددنا بعض العلامات أو الإشارات اللافتات النظافة. أيوة. المفروض إن أنا أحط نقطة إن تكون نهاية الجملة نبدأ السطر جديد. كل جملة نبدأ السطر الجديد؟ لا لا لا، الجملة لو خلصت في نص السطر بكمل عادي جدا. اوعى تعمل كده. أول جملة بسيب حتة، بعد كده كل الجمل بتبدأ من أول السطر عادي جدا. أول الجملة بيكون كابيتال، أول السطر ما بيكونش كابيتال ولا حاجة إلا إذا كان بداية جملة. طب الجملة خلصت مني هنا،
عادي بكمل السطر عادي جدا، مفيش كل جملة ايه سطر جديد ولا حاجة. فاهمين يا ولادي ولا ايه؟ طيب تمام، ابدا اعد. انا عملت 1 2 في المقدمة، عملت هنا 5 ولا لا؟ عدوا لي. 1 2، لو التزمت بالاوتلاين هتلاقيهم 5 2 3 4 5. يبقى انا كده عملت 7 نص الباراجراف، انا ماشي صح. واضح؟ طيب اكمل. انا عايزه اطلع دي فوق خالص، مش عارفه. طب اقول لكم على حاجه، بدل ما نقعد نتعب ونزهق، ما تاخدوا صوره ليها احسن، ايه رايكم؟ ونعمل الجزء الثاني لوحده، لان فعلا هنتعب قوي على ما ننسقها. يعني انا هعملها لكم زي ما كانت اهي. اوكي، اهي. يلا بينا خدوا صوره ونعمل الجزء الثاني من الريبورت بتاعنا. كده ما فاضلناش الا نص الريبورت خلاص يا اولاد. teacher we talk about. انت خدتي، انا باخد اهو، بس اللي ياخد يحاول الصوره تكون واضحه جدا من فضله. يلا بعتوها على الجروب بسرعه على الواتساب. في حد منكم عنده البرنامج اللي هو بيحول الصوره للبي دي اف او كده؟ يعني ياخد لنا الصور دي يحولها لنا بي دي اف، يبقى بي دي اف واحد. شكرا اللي بعت الصوره، الف شكر. طيب انا اقدر امسح كده صح؟ اوكي، همسح ده اهو clear all، وهبدا انا عادي. انا ببدا فين؟ مش انا خلاص المفروض ان انا كتبت لحد نص هنا كده، فانا عادي هبدا في النص الثاني بتاعي، مش كده برضو؟ هبدا بقيه الباراجراف بتاعي. انتوا معايا يا اولاد ولا لا؟ انا بكتب النص الثاني من الريبورت. النص الثاني من الريبورت اللي هو بادي باراجراف 2. بادي باراجراف 2 اروح للاوت لاين بتاعي واشوف المين سنتنس بتاعته. المين سنتنس بتقول ايه يا اساتذه في الاوت لاين؟ يلا نجيب الاوت لاين بسرعه. بتقول the activities were done in the team. طيب يبقى هنا نقدر نقول amazingly. خليك كده ايه يعني، حاول على الاقل تستخدم 5 كلمات من دول: first, second, third, moreover, besides, amazingly, what is important. فاهمين يا اولاد؟ على الاقل 5 حاجات، على الاقل اقل واجب 5 حاجات. amazingly there were too many activities to be done. كان في activities كتيرة قوي تتعمل to be done in this task، في هذه المهمة. in this task. وهنا بتبدأ تعد. الجملة خلصت هنا بكمل جنبها عادي، ما باخدش بداية جديدة. هنا أنا خدت الجملة الرئيسية اللي هو كان مديها لي في راس السؤال فوق، ابتديت بيه عشان أعرفه إن أنا اوعى تعمل غير كده. هو بيديك فوق جملتين كده في النص يقول لك اتكلم عن كذا وكذا، كذا وكذا. دي تاخدها الجملة الأولانية في الباراجراف الأولاني، ودي تاخدها الجملة الأولانية في الباراجراف الثاني. وبعدين افكارك انت بقى. احنا قلنا ايه؟ collecting a team of friends. يبقى هبدا بايه؟ كابيتال، اوعى تنسى. first comma we needed to collect a huge team of our close friends.
احنا اولا احتاجنا ان احنا نجمع فريق ضخم من اصدقائنا المقربين. close friends دي الاصدقاء الايه؟ المقربين. طيب capital. second، شفتوا لازم اعمل كده. second احنا احتاجنا sharing on the social media. the team members، اعضاء الفريق were not enough، ما كانوش كفاية. enough ما كانوش كفاية. so that ولذلك we needed to share on the social media. اضطرينا او احتاجنا ان احنا نعمل شير على السوشيال ميديا. claiming او asking for احسن اسهل لكم for more members. asking for more volunteers. بصوا الجمال بقى، احنا اضطرينا نعمل اعلان تاني على السوشيال ميديا عشان نطلب volunteers. انتوا عارفين الجمله دي انا ممكن اخليها احلى من كده كمان واقول لكم which made us gain more friends which helped us to get new friends. جميله جدا. طيب cleaning and sterilization. اوكي. next بعد كده capital. هو يعني الولاد عمالين يدخلوا ويطلعوا، لما حد بيدخل بيعمل لي بيوقف الماوس. next بعد كده بقى تعالي يا قلبي. next we started ابتدينا the process عملية of cleaning and نسيت الآية ولا sterilization يا عزيز الله أكبر of the beaches. ابتدينا عملية تنظيف وتعقيم of the beaches الشواطئ. اوكي عدوا الجمل كده، شوفوا انا عامله ازاي. شوفوا فاضل لي كام جمله، المفروض فاضل لي جمله. هل دول 4؟ عدوا ورايا. finally طالما قلتي اولا first يبقى ثانيا يبقى finally we fixed او put على فكره الماضي بتاعها put عادي جدا. we put the cleanliness sign. قبل شهيد ايه يا قلبي؟ انا عارفه ان المواعيد الساعه عارفه المواعيد الساعه 7، بس يعني لما انا جيت انا كنت بس كان الواجب بتاعي هيتسلم الساعه 7، فعشان كده كنت بقولك يعني انا لما بعتلك الصوره. انت بعتالي صوره فين؟ اللي هي جروب صف كام؟ الخامس الجديد. تمام. لما انا بعتلك الصوره فما قلتلك صح قبل شيء ولا لا، فانتي فضلتي تعدليها على حاجات وانا ما فهمتش حاجه. ده واجب ايه يا قلبي؟ خامس جديد جاي لي كول ستادي بس. لا لما انا قلتلك قبل شيء الجمل دي صحيحه. ريبورت اللي ماما بعتته لي. انت اخت تسنيم؟ لا اه انا اخت عمر.
طب استنيني يا اخت عمر 5 دقايق هخلص أنا الجروب يرى. ده. طب يا قلبي خليكي زي ما انتي، اوكي؟ هخلص الجروب ده وهتكلم معاكي، اوكي؟ خليكي بس زي أنا ما انتي. قصدي يعني أنا عايزة أرد لا، أنا عايزة أرد يا أبلة شاهي، لأن أنا الواجب بتاعي في المدرسة هيتسلم الساعة 7. طب ابعتهولي حالا، ابعتهولي فورا على الخاص بتاعي. شوفي انتي بعتيه لمين. أوكي. ابعتهولي على الواتس وانا هشوفهولك حالا وانا قاعده. عيني الاثنين، حاضر. أوكي. يلا يا قلبي ابعتيه على رقمي. طيب حاضر. كده عدوا ورايا يا ولاد كام جمل؟ 5 جمل زي ما هو طالب مني. حلو الكلام ده. انا عملت introduction، عملت body paragraph 1، عملت body paragraph 2. فاضل لي ايه يا اساتذه؟ مين صاحي معايا؟ مس الخاتمة. الخاتمه يا عزيزي. الله اكبر، الله اعظم. to sum up، in conclusion، finally، all in all. اوكي؟ دي ثابته، الكلمه دي ثابته، واللي بعدها متغير. ايه اللي بعدها؟ هكتب لك بالعربي كده، تكتب ملخص اول كل جمله في كل paragraph بصيغه مختلفه. يعني أنا هنا to sum up ثابتة، وبعد to sum up بعمل إيه؟ ولا حاجة سعادتك. بتكتب ملخص للسبورتنج ايديا الأولانية، للمين ايديا الأولانية والمين ايديا الثانية، بس بصيغة مختلفة. يعني إيه؟ هاتولي المين ايديا الأولانية كده، كانت بتقول إيه؟ preparing for، فين الاوتلاين؟ كانت بتقول the preparation، صح؟ وتاني حاجه the activities. طيب the، هنقوم جايين عاملين كده، ده الزهري، ده المتغير. the to sum up عشان اختم، the preparations and activities of a volunteering مش هتكفي يعني ولا ايه؟ of a volunteering task، لمهمة تطوعية to serve our country is really interesting. حقا رائع. بصي عملت ايه؟ خدت الجملة الأولانية من البادي باراجراف الأولاني والجملة الأولانية من البادي باراجراف الثاني، وقلت تو سم اب. ده تو سم اب يعني ان كونكلوجن، في الخاتمة في النهاية بتعملي زي سمري، بتعملي زي تلخيص لأول جملتين في كل بادي باراجراف. أول جملة من هنا وأول جملة من هنا. هنا جملة ثابتة in my opinion، ثابتة in my opinion، في رأيي، جملة ثابتة. بعد كده هتحطي جملة متغيرة، we should all help our country، we all need to help our country، we should مثلا practice more volunteer work. okay، volunteer work helps us to feel respectable. مش هقول respectable and loyal، مخلصين. بنحس ان احنا اكثر احتراما، وبنحس ان احنا loyal، مخلصين. loyal دي يعني مخلص، منتمي to our. الأول عشان أنا مش موجود. اقفل المايك، كله يقفل المايك، كله يقفل المايك. كويت، our beloved
كويت. ايه الثابت؟ اساتذتي يصوروا بسرعه لو سمحتوا. الثابت معايا الانترودكشن والكونكلوجن. ايه الثابت فيهم؟ في الانترودكشن الثابت ان انا بقول انه من المثير ان اناقش الموضوع عن كذا، في الريبورت القادم سوف اناقش كذا. ادي الثابتين. في الخاتمه وللاختصار تو سم اب، وتقوم قايل الجمله الاولانيه من الباراجراف الاولاني والجمله الاولانيه من الباراجراف الثاني. in my opinion في رايي، وتقول رايك في الموضوع. هو ده الثابت عندنا في الريبورت. ده ريبورت مفيش بعد كده. ده ريبورت نظيف جدا كامل جدا. ما في يعني في جملتين introduction، في جملتين conclusion، يصلح للشخص اللي مطلوب منه 14 جملة، ويصلح للشخص اللي مطلوب منه 16 جملة. كل اللي هيعمله هيزود جملة في البادي باراجراف 1 والبادي باراجراف 2. هل كده في حاجة missing في الريبورت مش عارفين تعملوها؟ ولادي انا كده فوتت اي نقطة في الريبورت؟ صوروا بسرعة وابعتوا لنا يا ولاد. اي حد في نقطة انا مفوتاها في الريبورت يا ولاد؟ teacher كاتبة تحت في ال conclusion we volunteer work helps us. we volunteer the verb. In my opinion we volunteer work. المفروض sorry the volunteer work. yes. المفروض دي كانت ذا، بس الدخول والخروج اللي كان عمال يحصل ذا. مين بيعمل كده؟ ذا volunteer. The volunteer work helps us to feel respectable. بيساعدنا ان احنا نحس ان احنا محترمين and loyal to our beloved كويت. نحس ان احنا محترمين ومخلصين لكويتنا الحبيبة. teacher أنا هكتب الموضوع كامل في الوورد وهبعته على الجروب. أرجوكي يبقى كتر خيرك، بس هتعرفي تلونيه لنا كده. الو يا أبلة. طيب حبيب قلبي، طيب يا قلبي انا بقى صورت بعد التصليح اهو وكده. ولاد ارجو ان يكون التقرير كل واحد يقول لي تمام، يقول لي تمام ماما خلاص. هنوقف الريكورد. ستوب ريكورد.